الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، فمن باب تشخيص الداء والسعي إلى الدواء نقول إن أمتنا اليوم تتعرض إلى أقسى أنواع التشويه والتشويش والاعتداء، وذاك في الصعد كلها، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا، عسكريا، يشوش على أمتنا وتهاجم أمتنا بعوامل خارجية وأخرى داخلية ذاتية، حتى غدت أمتنا اليوم أمة هزيلة ضعيفة مستضعفة رغم تعدادها الكبير جدا الذي يكاد يصل إلى 2 مليار مسلم في هذه الأيام. والله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة أن تتصف بصفة الجودة الشاملة حينما قال سبحانه وتعالى مخاطبا هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. حينما وصف هذه الأمة بالخيرية سبحانه وتعالى أراد لها أن تكون أمة ذات جودة شاملة. هذه الجودة الشاملة التي تسعى المؤسسات والشركات الكبرى إلى تحقيقها، أوليس من باب أولى أن تسعى الأمة إلى المحافظة عليها وقد أرادها الله عز وجل لها إرادة واضحة في كتابه؟ الشركات والمؤسسات الكبرى تسعى اليوم إلى تحقيق الجودة الشاملة لتحافظ على هذه الجودة وتخصص إدارات خاصة تدير الجودة الشاملة وتلتجئ إلى علم على جودتها الشاملة، ولا توسد أمر التسويق إلى كل من هب ودب، لا، بل تتخير الأشخاص الخبراء المتخصصين المبدعين المحترفين الذين يوظفون التأثير ويوظفون الاتصال ويوظفون الإقناع من أجل أن يحافظوا على جودة مؤسساتهم، ليقبل الزبائن على هذه المؤسسة أفواجا. وحينئذ لا يضير المؤسسات ولا يضرها ما يشاع عنها من شائعات وما يشوش عليها من تشويشات. وكم من بضائع عاصرتموها كلما هاجمها المهاجمون ازداد لها طلب الطالبين. لماذا؟ لأن هنالك إدارة للجودة وهنالك تسويقا مميزا كان يعكف على الحفاظ على الجودة الشاملة. هذه الجودة أرادها الله عز وجل لأمتنا حينما عبر عنها بوصف الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكنه سبحانه وتعالى لم يجعل الخيرية لهذه الأمة أمرا مطلقا لكل زمان ومكان، إنما قيده بشرط. هذا الشرط: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو شرط المحافظة على الجودة، هذا هو شرط المحافظة على الخيرية. فكما أن المؤسسات والشركات الكبرى تجمع ما بين الجودة والتسويق، جمع الله عز وجل للأمة ما بين الخيرية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وكما أن الشركات الكبرى لا توسد أمر التسويق إلى كل من هب ودب، فإن الأمة اليوم ينبغي أن لا توسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كل من هب ودب. فهذا الأمر أمر خطير، أمر أساسي يحافظ على جودة الأمة وخيريتها، لذلك يوسد وفق المحددات التي حددها الله عز وجل في كتابه والتي نص عليها في قرآنه المجيد. نص الله عز وجل على 4 محددات أساسية وعامة لمن يتصدى لمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي تحافظ على جودة الأمة وخيريتها. المحدد الأول هو العلم، لقوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. وتخيل حينما يتصدر الجهلة للحديث عن الدين وللأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، هذا التصدر للجهلة يطعن في خاصرة خيرية الأمة، ويقدم على طبق من ذهب لكل الطاعنين بالإسلام مادة دسمة سهلة لينالوا من الإسلام من خلال المتصدرين الجهلة للدعوة إلى الله عز وجل. فالمحدد الأول هو العلم، والمحدد الثاني هو الحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. وتخيل حينما يتصدر الحمقى والسفهاء للمشهد الدعوي آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، إنما يشكلون بذلك طعنة أخرى لخاصرة خيرية هذه الأمة، ويقدمون من جديد مادة دسمة لكل الطاعنين بالإسلام. ثم محدد ثالث: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. تخيل أن الله عز وجل أمر نبيه بأن يكون واعظا حسنا، وأمره بحسن الدعوة إلى الله، مع أنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومع أنه يحمل رسالة الإسلام، إلا أنه قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لماذا ينفضون؟ أوليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بلى. أوليس يدعو إلى شريعة الإسلام؟ بلى. إذن لماذا ينفضون؟ لا يكفي أن يكون الداعي محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يكفي أن يكون المدعو إليه الإسلام، بل نجمع إلى ذلك طريقة يدعى فيها إلى الله عز وجل وإلى دين الله سبحانه وتعالى، طريقة تقوم على اللين والرفق وحسن الموعظة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالموعظة الحسنة. وتخيل إذا تصدر الأفظاظ الغلاظ المشهد الدعوي، ألا يكون ذلك طعنة ثالثة في خاصرة خيرية هذه الأمة؟ ألا يكون هؤلاء مادة دسمة جديدة لكل الطاعنين في الإسلام وفي دعوة الإسلام؟ ثم يضع القرآن الكريم محددا رابعا: وجادلهم بالتي هي أحسن. ينبغي على الداعية الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يتحلى بمهارات الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن. إذا حاور لا يغضب ولا يستفز، وإذا حاور بالحجة الدامغة والبرهان الساطع، فيكون قويا في مناظراته ومحاوراته. أما إن تصدر المشهد كل غضوب ضعيف الحجة، حينئذ نطعن خيرية هذه الأمة طعنة رابعة، ونقدم مادة جديدة لكل طاعن في الإسلام. ولذلك أيها الإخوة الكرام، ما دام الله عز وجل أراد لأمتنا أن تكون أمة ذات خيرية وذات جودة شاملة، فعلى الأمة اليوم أن تعتني بالتسويق لهذه الأمة ولمبادئ هذه الأمة ولدين هذه الأمة من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن لا يوسد شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى كل من هب ودب، بل ينبغي أن يوسد إلى كل مؤهل وفقا للمحددات التي حددها الله عز وجل في كتابه العظيم. لذلك إذا سألت أي متخصص من المتخصصين في علم التسويق
يقول إن تسويق المنتجات المادية أسهل من تسويق الخدمات، لأن تسويق الخدمات معقد، لكن تسويق الخدمات أسهل من تسويق الأفكار، لأن تسويق الأفكار هو الأشد تعقيدا. ونحن حينما نريد أن نقدم مبادئنا وديننا للعالم إنما نقدم أفكارا ومبادئ وقوانين وتشريعات، وهذا يعني أننا نقدم على عمل في غاية من الصعوبة والتعقيد ينبغي أن لا ينبري له إلا كل مؤهل وكل محترف، وإلا فإننا نطعن في جودة أمتنا وفي خيرية أمتنا التي أرادها الله عز وجل لنا. لذلك أيها الإخوة الكرام، حينما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن يعرض علينا 3 نماذج للمؤهلين للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول نموذج هو نموذج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يمثل النبي القائد الذي يمتلك الحجة باللسان والسنان. يقول الله عز وجل: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كان صلى الله عليه وسلم خير مثال للقائد القدوة النبي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بدأ دعوته في مكة 13 سنة، ثم ينتقل إلى المدينة بانيا دولة وكيانا للمسلمين فيدعو إلى الله هنالك، وإذا استدعى الأمر أن يدافع عن دعوته بالسنان والسلاح كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إلى أن وصل إلى مرحلة الفتح، فتح مكة التي أخرج منها، ثم صار الناس يدخلون في دين الله أفواجا. انظر كيف حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على الجودة الشاملة لدعوته ولأمته وعلى خيريتها حتى أقبل الناس على دين الله أفواجا. كان مثالا صلى الله عليه وسلم للقائد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انظر إلى القرآن الكريم وهو يتكلم عن مثال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بلسانه فقط، وهؤلاء الذين يمثلهم اليوم العلماء والدعاء. فالقرآن الكريم يضرب لذلك مثلا، وهو مؤمن آل فرعون الذي وقف في وجه آل فرعون حينما أرادوا أن يقتلوا موسى عليه السلام، وقال لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قالها بلسانه، ووقف في وجه قومه وبدأ يدعوهم إلى المعروف وينهاهم عن المنكر بالحجة والإقناع. قال: إن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، وإن يكن كاذبا فعليه كذبه. يستخدم الحجة، يستخدم الإقناع لأنه مؤهل لذلك. ثم يحذرهم قائلا: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ثم يذكر لنا القرآن نموذجا ثالثا للمؤهلين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نموذج المجاهدين في سبيله. نعم، يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لماذا كان المجاهدون مؤهلين للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن المجاهدين بجهادهم وبسلوكهم أثناء جهادهم هم أعظم دعاة إلى الله عز وجل. فالمجاهدون في سبيل الله لا يقتلون طفلا ولا امرأة ولا عابدا في صومعته، ولا يقطعون شجرة، وهم بهذه الأخلاق أعظم دعاة إلى الله وأعظم آمرين بمعروف وناهين عن منكر. ثم إذا وقع في أيديهم أسرى فإنهم يعاملون الأسرى بأخلاق الإسلام. أولم تروا كيف يجاهد المجاهدون في غزة؟ هل قتلوا مدنيا؟ هل قتلوا شيخا أو امرأة؟ ثم ألم ترون مجاهدي غزة حينما أسروا الأسرى وأطلقوا سراح بعضهم
ألم يرى العالم كله كيف تعامل المجاهدون مع هؤلاء الأسرى بالإحسان؟ ألم تروا ابتسامات الأسرى وهم خارجون بصحة وعافية وابتسامة؟ ألم تروا إلى تلك الطفلة كيف خرجت من الأسر ومعها كلبها بصحة وعافية؟ حينئذ يكون المجاهدون بهذا السلوك الجهادي خير دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك سجل الله عز وجل أن فئة المجاهدين فئة مؤهلة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. نعم أيها الكرام، لذلك حينما تبذل المؤسسات والشركات قصارى جهدها للحفاظ على جودتها الشاملة، وحينما تنظر إلى الجودة على أنها سلاح استراتيجي ينبغي أن تحافظ عليه لتضمن بقاءها وديمومتها ونموها، فإن الأمة معنية بذلك أكثر من كل المؤسسات، معنية بالحفاظ على تلك الجودة وتلك الخيرية التي أرادها الله عز وجل لها، وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء هذه المهمة لمن يتقنها ويستحقها وفق ضوابط القرآن الكريم وضمن النماذج التي عرضها القرآن الكريم. حينئذ ستنتقل الأمة من حالة الضعف والهوان إلى حالة الخيرية الدائمة بدوام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جعلنا الله وإياكم من خير أمة أخرجت للناس، ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لنا ولكم. الحمد لله حمد الشاكرين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إننا اليوم نستغرق كثيرا ونحن نتحدث عن الأمة بتقسيم الأمة إلى ضالة أو مهتدية، هذا الذي يشغل بالنا، وربما نقع في خلافات كثيرة ونحن نصنف هذه الأمة، هذه أمة ضالة، لا هذه أمة خيرة، وندخل في هذه النقاشات. فمن الناس من يريد أن يسبغ ثوب الخيرية على هذه الأمة بشكل مطلق ودون شرط أو قيد، مع أن القرآن الكريم كان واضحا في هذا. ومن الناس من يريد أن يجعل من هذه الأمة شيطانا رجيما ويقول دوما هذه أمة ضالة، هذه أمة ضائعة، هذه أمة خربانة، إلى غير ذلك من هذه التعبيرات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ولذلك لسنا معنيين اليوم بتصنيف الأمة إلى ضالة أو إلى خيرة، لكننا معنيون أن نحافظ على خيريتها وعلى جودتها الشاملة من خلال الاهتمام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإسداء هذه المهمة لمن يستحقها، لا سيما في ظل هذه الفوضى التي تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في من يتكلمون اليوم عن الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. تجد هواة، تجد جهلة، تجد سفهاء، وندر أن تجد من العلماء والحكماء من يتحدث عن الله وعن دينه ومن يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنحن معنيون اليوم إذن بأن نحافظ على خيرية هذه الأمة وعلى جودتها الشاملة وعلى ما يجعلها في خير، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن محددات القرآن ونماذجه التي أشرنا إلى جزء منها في هذه الخطبة، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد ينقلها مما هي فيه إلى أفضل مما هي فيه، إنه نعم المولى ونعم المجيب. هذا واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى قد أمركم أمرا عظيما بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم حيث قال ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين، وانصر عبادك المستضعفين والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك يا قوي يا متين. اللهم انصر أهلنا في فلسطين كلها يا رب العالمين، وانصر أهلنا في غزة يا أكرم الأكرمين. اللهم عجل لهم بالفرج والنصر والتمكين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتولى أمرهم وتقبل شهداءهم، داوي مرضاهم وجرحاهم وعاف مبتلاهم وفك قيد أسراهم واربط على قلوبهم وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وانصر مجاهديهم بنصرك المؤزر المبين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم وبارك جهدهم وجهادهم وارفع رايتهم وحقق غايتهم، واجعلهم على عدوهم ظاهرين وله قاهرين، وانتقم من اليهود الغاصبين الصهاينة المعتدين وممن عاونهم وساندهم ووالاهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم للعالم كله عبرة وآية، فإنهم قد طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم واقذف الرعب في قلوبهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم، وأرنا بهم عجائب قدرتك يا قدير. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الغاصبين بعذاب من عندك أو بأيدينا وانصرنا عليهم واجعل كيدهم في تباب. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس يهود. اللهم وارزقنا في المسجد الأقصى صلاة عاجلة محررين فاتحين مكبرين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض الدين عن المدينين منا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم املأ هذا البلد بالصالحين والمصلحين وطهر هذا البلد من الفاسدين والمفسدين، ووفق اللهم ملك البلاد لما فيه خير العباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم. وأنت يا أخي أقم الصلاة. الله أكبر الله. ولا تنسوا لجنة الصدقات خارج المسجد، جزاكم الله خيرا. وأذكر بصلاة الغائب بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله. اخشعوا في صلاتكم وتفكروا فيما يتلى عليكم، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم.
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قوموا إلى صلاتكم صلاة الغائب على أرواح شهداء المسلمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله